السماء يا رحمة فينا نعما، بالخير جئت لنا دوما يا شهر ذكر وحنان يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. تعودنا منذ طفولتنا أن نقول أهلا رمضان، وتعودنا منذ طفولتنا أن نقول ونعبس يا فاطر رمضان يا خاسر دينك. يعني الطفولة البريئة في بلدنا ونحن نمسك بهذا الفانوس ونتحرك ونقول أهلا رمضان، مرحب مرحب يا شهر الصيام. أما أنت يا من فطرت أنت خسرت دينك. هذا معناه أن أعلى شيء في عقول الطفولة فضلا عن الكبار هو صوم رمضان، وهذا دليل كما قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فكان شهود الشهر سببا في صيام رمضان وأمرا لازما معه صيام رمضان. ولكن ما هو الصيام؟ الصيام شرعا الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من الفجر الصادق إلى غروب الشمس. نعم، لكن هل هذا هو الصيام المطلوب؟ يعني أصوم عن الطعام والشراب ثم أسب الناس ثم نتشاجر ثم في عادة سيئة؟ دعوا هو خلقه ضيق عشان من أجل أنه صائم. يا حينما أسمع هذه الكلمة أشعر أن رجلا أتى بالسكين فطعنني لا في بطني، طعنني في قلبي. هل الصيام سبب في سوء الأخلاق؟ هل العبادة التي نرتقي بها ونسمو معها سببا في بذاءة اللسان؟ لا والله. ومع أن شياطين الجن مصفدة ومقيدة، ولكن شياطين النفس والشياطين البشرية كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم، شيطان الجن صفد، لكن شيطان الإنس يسير بيننا. الصيام عال، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصيام طهارة، الصيام نقاء. فإذا علمت من نفسك أنك في رمضان سيء الأخلاق فأغلق عليك بابك، وأن تغلق عليك بابك وتكفي الناس أذاك صدقة. الصيام طهارة نقاء. فنريد أن نتفهم ما هو حقيقة الصيام. في أول حلقة تكلمنا عن صيام القلب، وهذا هام جدا لو أننا وعينا ذلك، وهذا أمر هام. الصيام طهارة، الصيام نقاء، الصيام قرب من الله، الصيام بعد عن المعاصي المستمرة. وزدنا في رمضان الامتناع عن المباح من الطعام والشراب والجماع. أما أن نترك المباح ونمتنع في رمضان عن الطعام والشراب والجماع إلزاما ثم نرتكب باقي المعاصي التي هي محرمة طوال العام، فهذا أسوأ ما يقع في حياة المسلم. فلنحذر، والسلام عليكم.
رمضان يا نور السماء، يا رحمة فينا نعما، بالخير جئت لنا دوما، يا شهر ذكر وحما. يا رمضان